بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من سكنة بابل حلة المركز. قبل يومين يوم 13 عندي طفلة عمرها 3 سنوات تقريبا 3 سنوات ونص. صار عندها حالة تقيؤ أكثر من مرة الصراحة، ومعدتها ألم معدتها كلش قوي. فكان وقتها الصبح تقريبا ب8 أو ب9 الصبح، تعرف ماكو أطباء بالنهار. فأخذناها لاستشارية مستشفى الإمام الصادق عليه السلام اللي هي مستشفى التركي. فعرضناها على استشارية الأطفال، طلبوا من عندنا الصراحة تحليل. قلنا أوكي ماكو عندنا أي إشكال. أخذنا عينة مال دم من الطفلة وبوقتها وطيناها للمختبر، قال تتأخر تقريبا الساعة بالوحدة. على كل ورا ما خلص الوقت أخذنا العينة مال التحليل النتيجة على مود نعرضها للدكتور. من شافها الدكتور تفاجأ يعني الصراحة، قال هذا مال حمل. هذا التحليل يكون يعني تقرب الشاشة علي العفو، هذا التحليل وموضح هو بأنه نتيجة التحليل انه تحليل حمل، وهي طفلة عمرها 3 سنين. يعني هسه احنا خلينا نكون واقعيين، احنا تعرف كل احنا اولاد عشائر ومجتمعنا مثل ما تقول ما يرحم. يعني لو كان هذا عمرها 13 سنة او 14 سنة ويطلع التحليل انه بوزيتيف او نيجاتيف، يعني مثل ما نقول احنا انه بحمل، ايش راح يصير؟ الطفلة لا الحمد لله والشكر انه طلعت مو حامل يعني عمرها 3 سنين. هذا خطأ كلش كبير يعني من كادر مستشفى الإمام الصادق اللي هو الكادر التركي. مثل ما افتهمت أنا من بعض الموظفين أنه صاير تقليل